بظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وارتفاع الأسعار اللي بيطال التفاصيل اليومية للمواطن، القدرة الشرائية تراجعت عند كتير من العائلات. الرواتب ثابتة بس الكلفة عم تتغير، ومع اقتراب الإفطار بيصير السؤال بسيط وصعب: شو بدنا نشتري أو شو قادرين نشتري؟ قمنا بجولة وسألنا الناس. أكيد بالعادة برمضان بيرتفعوا الأسعار، وكل سنة هيك يعني، لأنه نحن أساسا ما كنا كتير يعني بنستعمل هالخضرة، ما دايما بنشتري منها. برمضان طبيعي تغلى لأنه الكل بده يشتري. أكيد يعني حتى كمان فرقت من بعد ما غلوا الأسعار الزيادة. يعني لما قالوا في زودة، بدنا نحط زودة على 300,000 على تنكة البنزين 1% TVA، صارت الأسعار نار. في ناس ما بتقدر تستغني عن أمور معينة، بس يعني مكعومة أو عم تتدين لحتى تجيب، وهيدا ما بيصير. يعني نحن عايشين ببلد منه فقير. إذا بدنا نجيب مثلا علبة الفتوش كنا نجيبها ب90,000، صارت هلا ب200,000. الرقاقات ولا الفراريج ولا اللحمة برح نزلنا لحتى نجيب كيلو فروج ب800,000. كل شيء غالي، يعني مش بس الخضرة والدجاج، اللحمة عم نجيب دجاج وما عم نجيب لحمة، بنزين، انترنت، اشتراك، كهرباء، كل شيء غالي. لك ارحمونا بقى، ارحمونا. بين الرغبة بإبقاء رموز شهر رمضان والحاجة للتكيف مع الواقع، في أشياء كتيرة تغيرت. يعني اليوم الأسعار كتير مقبولة. قبل أول أيام رمضان كانت الأسعار كتير غالية. أول يوم برمضان بكلفك 500,000 كامل خالص مع الحامض والبندورة والخيار وخسة كبيرة وبقدونس ونعنع وخس وفجل وبصل أخضر وزعتر وبقلي. أكيد كل شيء عم يغلى، النقل بيغلى، كل شيء بده يغلى. هذا بشيء لحاله أكيد بده يغلى. الفواكه هلا ليمون العصير غلي شوي. بتعرفي انه مادة العصير شغلة أساسية باليوم. هاي اللي غلت. ما تبقى الفواكه أقل من عادي. هيدي 350 وفي ب250، نسبة 50-60% العالم اللي عم تشتري ليمون. على الزاوية سمر، السيدة اللي فقدت بالحرب جزء منها وضلت شاهدة على تاريخ بلد. لكل واحد فينا قصة مختلفة وتجربة مختلفة وظروف مختلفة، بين الأسعار والذكريات والحروب والسنوات الصعبة بضل لكل شخص حكايته وميزانيته.